لماذا رفض برشلونة حجب الرقم 10 بعد رحيل ليونيل ميسي؟ اهلا وسهلا بكم، حلقه جديده على قناه كوره بس. ما تنسوش تفضلوا لايك الحلقه وشير وسبسكرايب وتابعوا الحلقات الثانيه. في خطوه حبست الانفاس لجماهير برشلونه. اعلن نادي برشلونه الاسباني منح جوهرته الشابه يمين يامال القميص رقم 10 الاسطوري لموسم 2025 2026 بعد ان حصل عليه من قبل فاتي الذي اصابته اللعنه وانتهى وانضرب رباطا صليبيا نهى على مسيرته والان ذهب الى موناكو. الاعلان ده لم يكن مجرد تغيير في ارقام اللاعبين، بل كان بمثابه رساله واضحه حول فلسفه النادي الكتالوني، واعاد للاذهان الجدل الذي بدا منذ رحيل ليونيل ميسي. لماذا لم يتم حجب هذا الرقم تكريما لأعظم لاعب في تاريخ النادي ليونيل ميسي؟ لماذا لم يتم حجب الرقم ده؟ لكن لما نرجع شوية نفكر فيها، لما ميسي رحل سنة 2021 مين ارتدى القميص؟ لاعبين اثنين، واحد هيرتدي اسمه يامال وواحد اسمه فاتي، الاثنين من أبناء النادي. دي أول حاجة. قرار الإدارة ما كانش عاطفي أبدا، بل استند لمجموعة من الأسباب المنطقية. إيه هي الأسباب المنطقية؟ أول سبب قانوني. إزاي سبب قانوني؟ برشلونة غصب عنه يجب أن يتم استخدام الرقم ده. لوائح رابطة الدوري الأسباني مالها؟ بتفرض على الأندية تسجيل لاعبي الفريق الأول في قائمة من 25 لاعب بس، مع تخصيص الأرقام من 1 إلى 25 ليهم. عندك 25 لاعب يا باشا؟ من 1 ل 25. طب يا باشا أنا عايز أحجب رقم 10. طب معناها يا باشا إن أنت مش هتدخل ب 25 لاعب، أنت هتدخل بس ب 24. ليه ادخل الموسم يا باشا ناقص لاعب؟ هو كده مش تتفلسف؟ عايز تحجب الرقم مهما كان الرقم؟ انا عايز احجب الرقم، خلاص يتحجب لاعب. فكل الانديه تدخل 25 عادي، انت هتدخل بس 24. مما جعل بامانه فكره حجب الرقم ديت مستحيله حرفيا من الناحيه العمليه. صعب جدا جدا يتم حجب الرقم لان هذا امر لن يحدث. طيب حاجه تانية بقى بعيدا عن العائق القانوني او القواعد الخاصه برابطه الدوري الاسباني، في قوة تجارية هائلة مهولة للرقم 10. أنا لو لبست رقم 10 ممكن تاخده من عندي، وأنت عمرك ما شفتني بلعب كورة. الرقم دوت مش مجرد رقم بيظهر على ظهر اللاعب، بل الرقم ده أصلا هو علامة تجارية عالمية وأحد أهم مصادر الدخل للأندية وتحديدا برشلونة. لأن برشلونة رقم 10 ده مر عليه أساطير: مارادونا، رونالدينيو، ريفالدو، ميسي وغيرهم. يا جماعه احنا بنلعب في الحاره. انا شخصيا لما اكون بلعب ضد فريق وشايف واحد دخل رقم 10 بيكون العب لاعب، بيكون اخطر لاعب بيننا، تخيل. ففي ظل الازمه الماليه اللي بيمر بها نادي برشلونه، فكره التخلي عن منتج هيجيب لي مبيعات كبيره وغير منطقيه وغير واقعيه، لان الرقم هيبقى شيء غير طبيعيه، يبقى جنون. وده اللي اكدته صحيفه سبورت الكتالونيه، كشفت ان النادي باع اكثر من 3000 قميص ليامال بالرقم 10 في اول ساعه بس، وايرادات بقى مهوله كانت بسبب القميص ده. ودي احصائيه عاملاها الانديه ان اللاعب لما يكون نجم وياخد رقم 10 بتزيد المبيعات بشكل كبير جدا 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 جدا. وعلى فكره للتاريخ بس، تاريخيا لم تكن سياسه حجب الارقام جزء من فلسفه نادي برشلونه. فميسي نفسه مش اول اسطوره تغير تاريخ النادي. مين من اساطير غيرت تاريخ النادي؟ احنا بنتكلم غيرت تاريخ النادي. الاسطوره الخالد ده يوهان كرايف اللي احدث ثوره فكريه وتكتيكيه ورياضيه وشعبيه في الكامب نو. ورغم التاثير اللي كان مهول جدا للاسطوره كرويف، لكن لم يتم حجب رقمه بعد رحيله، بل استمرت الاجيال في ارتدائه. النادي شايف ان التكريم الحقيقي للاسطوره لا يكمن في تجميد ارثه،
بل في تمريره إلى الجيل التالي ليحمل الشعلة لمواصلة المسيرة. هكذا تم وصف تحديدا ما يحدث. في النهاية، هل يامال حيكون ذاك اللاعب الذي يكمل مسيرة هذا الرقم الأسطوري؟ خاصة أن الرقم 10 بيمثل رمز للحلم والتحفيز لأبناء لاماسيا، وده الهدف الأسمى اللي بيطمح ليه كتير من اللعيبة، ورمز للشخصية القيادية والمنقذة اللي بينتظرها جمهور برشلونة. رقم 10 ليه دلالات كبيرة جدا 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 عند البارسا وجمهور البارسا. آراءكم؟